في 2014 وبالتحديد في اسكندرية منطقة الإبراهيمية وجد الأهالي الأسرة دي مذبوحة، وكان معاهم ضيفة بدت معاهم ليلة وكانت دي نهايتها. وكان في شكوك كتيرة واتهامات كتيرة، بس الحقيقة كانت أصعب. المجني عليه الأول هو يوسف، عنده 44 سنة وشغال في فندق في شرم الشيخ، بيروح ويرجع بيته أيام معينة. المجني عليها التانية هي عبير، زوجته وهي بنت عمه، وجم مع بعض من سوريا وعاشوا في اسكندرية، اتجوزوا وخلفوا الولد ميشيل اللي هو المجني عليه الثالث اللي عنده 6 سنين. عبير عندها 35 سنة. المجني عليها الرابعة وهي أخت يوسف اسمها منى، عندها 43 سنة، اللي اتخانقت مع ابنها عشان طلب منها فلوس يشتري مخدرات، وجت باتت عند أخوها اللي هو يعتبر جارها في السكن. يوم الجريمة الأهالي صحيوا على دخان كثيف جدا من شقة يوسف، ولما دخلوا الشقة لقوا الأربع جثث مذبوحين. صفحات السوشيال ميديا ما بطلتش كلام على الأسرة دي عشان أسرة مسيحية وكمان جاية من سوريا، فقالوا إن الموضوع موضوع انتقام عشان هم مؤيدين لبشار. بس الشك ده انتهى على طول لما لقوا صفحة يوسف كلها أذكار دينية وآيات بينزلها من الإنجيل، ما بينزلش أي حاجة تؤيد لبشار عشان الناس تنتقم منه. ومن هنا ظهر الاحتمال التاني للقتل، وهو إنه يكون بسبب السرقة، بس وجدوا إن البيت فيه حاجات كتيرة ثمينة وما اتاخدتش. وهنا الاتجاه الثالث هو اللي ظهر، والناس مسكت فيه وبقت الصفحات بتاكل في نفسها وتقول الموضوع فيه فتنة طائفية عشان دي أسرة مسيحية، وبدأوا يطالبوا بإظهار الحقيقة، واتهموا الشرطة كمان إن هي متواطئة. وهنا الشرطة مسكت معلومة مهمة جدا، وهو إن البيت ده كان في واحد بيشتغل فيه اسمه خالد هشام. خالد ده ابن الشغالة اللي كانت موجودة، ولما كبرت جه هو اشتغل مكانها، وبعدين ساب البيت وراح اشتغل استورجي، يعني يدهن الخشب. بس التحريات أثبتت إن هو كان بيجي البيت سواء كان يوسف موجود أو مش موجود. وعشان توصل الشرطة للقاتل الحقيقي عملت فخ، وأعلنت إن هي قبضت على ابن منى اللي كان بيتخانق معاها عشان المخدرات، وفعلا قبضوا على ريمون اللي عنده 22 سنة. ونشرت وسائل الإعلام في مصر وفي الخارج معلومة القبض على ريمون اللي عنده 22 سنة بتهمة قتل أسرة الإسكندرية اللي مكونة من 4 أفراد بسبب انتقامه من أمه اللي رفضت تديله فلوس، واللي اتخانقت معاه قبلها بيومين وسابت له البيت، وإنه راح لها عند خاله وقتله اللي هو كان بيدافع عنها دايما وبيجي عليه. المتهم الحقيقي بدأ يطمن ويتصرف بطبيعته، إلا إنه اتفاجأ بإن الشرطة جاية تقبض عليه. خالد هشام اللي عنده 43 سنة انهار في التحقيق وحكى كل اللي حصل، وظهر ان سبب القتل لا كان انتقام ولا كانت سياسة، دي كانت خيانة. وكان البطل الموضوع ده هو عبير، الزوجة الخاينة اللي عملت علاقة مع خالد النجار اللي كان بيجي البيت يعمل إصلاحات، واللي عجبها طوله وعرضه وعضلاته المفتولة، واللي خلته يجي لها البيت ويعيشوا حياتهم مع بعض وجوزها غايب. وفي يوم اتفقت مع خالد على انهم يتخلصوا من جوزها يوسف اللي هو ابو ابنها وكمان ابن عمها، واتفقوا على اليوم اللي هيقتلوا فيه يوسف، اليوم اللي هيرجع فيه من الشغل من شرم الشيخ. وكان الكلام ده في 17 فبراير 2014. وكان حظ منى انها غضبت من ابنها وجات تقعد مع اخوها. لما عبير شافتها قررت انها تخلص منها مع اخوها، ولما جه خالد خبته لغايه لما منى نامت، وراحت داخله عليها شلت حركتها وخالد خلص عليها. ولما جه يوسف وسأل على اخته عبير قالت له دي نامت، ما صحهاش، ودخل هو كمان ينام، ما هو جاي تعبان من السفر. ودخلت عبير عشان تتأكد ان هو نايم، وخالد دخل عليه وخلص عليه هو كمان زي اخته. وقررت عبير انها تقطع الجثث وتحطها في اكياس وترميها في اماكن بعيده عشان ما يقدروش يوصلوا لاصحابهم. ولكن عبير حست بانها مرهقه، فقالت له انا هخش ارتاح شويه مع ابني ولما نصحى نكمل اللي احنا بدأناه. دخلت تنام، وقعد خالد يفكر، والشيطان جاله طبعا اللي هو مش بيفرقه اصلا، وقال له ان زي ما اتخلصت من ابو ابنها وابن عمها في يوم هتخلص منك انت كمان بنفس الطريقه. وهنا خالد قال انا ما قدرتش امسك نفسي ورحت داخل عليها الاوضه وقتلتها هي وابنها. وعشان يخفي الجريمه راح مولع في البيت عشان يتفحموا محدش يعرف ايه اللي جرى لهم. ما هو دايما المجرمين بيفتكروا ان هم هيقدروا يفلتوا من العداله. واتحكم على خالد بالاعدام، وضاعت الاسره البريئه اللي ملهاش اي ذنب، ميشيل وابوه وعمته، بسبب خيانه الام والزوجه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقبل ما اقول لكم سلام بفكركم بالاشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو عشان غيركم يستفيد. سلام عليكم.